5 حيل تعذب بيهم الشخص اللي بيتجاهلك. ركز بقى معايا علشان لازم تبقى عارف ان هو بالفعل بيتجاهلك وعن عمد كمان. اول حيلة انك تختفي عن اي حاجة وعن كل حاجة هو يقدر يوصلك من خلالها. تختفي اختفاء تام، اقول لك روح كوكب تاني لو تقدر. تاني حيلة اعكس توقعاته فيك وخصوصا في ردود افعالك. يعني لو طالك وعرف يوصلك وخصوصا بعد اختفائك المتعمد، خلي رد فعلك وكلامك معاه بارد جدا وبشكل مبالغ فيه. تالت حيلة انك تعيش حياتك بالطول وبالعرض. امال ايه، هو يتجاهلنا وكمان بنعيش وكأنك مش مهتم وكأنه هو اصلا ما كانش موجود في حياتك. مثل انك مبسوط، مثل انك سعيد، مثل انك قوي وقادر تتخطى اي حاجة تعكر مزاجك. عارف ليه انا بقول لك مثل؟ علشان حرفيا هيتبناك شعور انك بالفعل كويس، ودي حاجة هتجننه وهتخليه يلف حوالين نفسه. رابع حيلة اوعى تتفاعل معاه وخصوصا على السوشيال ميديا، ولا لايك ولا لاف ولا حتى كومنت، بقول لك اوعى. خامس واخر حيلة نرجع تاني للتمثيل. مثل انك عايش قصة حب مع شخص جديد غيره. معرفش ازاي ممكن تعمل كده لان التصرفات دي بتختلف من شخص للتاني على حسب شخصيته. مثلا نزل ستوري توصف الحالة اللي انت فيها للعلاقة الجديدة، او بوست او صورة، اي حاجة، المهم مثل انك في علاقة جديدة. والحيلة دي تحديدا المفروض ان هي هتشعل قلبه نار، لان المفروض برضو ان هو بيحبك، صح ولا ايه؟ وبعد اللي انا قلته لك ده هو هيحس ان هو بدأ يفقدك وانه تجاهله ليك اصبح خسارة مش مكسب. ولو بالفعل بيحبك زي ما هو دايما كان مفهمك وبيقول لك، هيتراجع عن فكرة تجاهله ليك وهيرجع يهتم بيك تاني. الاحصائيات بتقول كده، وده هيكون درس قاسي جدا، وانا متأكد ان هو مش هيرجع يتجاهلك تاني لو بالفعل كان بيحبك. ركز، لو كان بيحبك.